طبعا على طول الست دي اتقبض عليها. طبعا في التحيات والكلام دوت لازم تتحول الحاجات ديت للطب الشرعي عشان يتاكدوا فعلا فيها سم ولا لا. وبالفعل الطب الشرعي اثبت ان اللبن ما فيهوش اي سم خالص وخالي من السموم، ودواء الكحه برضو خالي من السموم. ولكن لما استعانوا بطبيب صيدلي اكد لهم، قال لهم ان اي دواء كحه بالذات، ودي بقى المهمه، اي دواء كحه بالذات ولا ينفع تخلطه مع لبن، ولا ينفع تشرب بعديه لبن، ولا ينفع تشرب قبله لبن، لان انت كده كانك بتدي عيالك سم قاتل. فكده يا رب تكون الرساله وصلت. ارجوكم بلاش حد يغلط نفس الغلطه دي. دواء الكحه لانه طبعا بيبقى حاجه صعبه جدا، ما بيتاخدش معاه حاجه خالص من الالبان، يعني ولا حتى تاكلوا جبنه بعديها ولا الكلام ده كله عشان طعمه مش عارف ايه، لا ما فيهوش الكلام ده خالص، ممنوع. ما ينفعش لا يتخلط بلبن ولا يتشرب مع لبن ولا قبله لبن ولا بعده لبن. طبعا الست اول ما عرفت الكلام ده حالة صدمة شديدة جدا من بعد اللي حصل، وهي ربنا هو بالسلامة ويشفيها كمان. سلام.